السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ من قناة التوينز آية وأميرة. لكم النهاردة فيديو جديد. كل ما اجي اطلع بس النت يعطل النت يعطل النت يعطل. كان نفسي وانا بقور المحشي كنت اطلع بس بدل ما اعمل لكم فيديو بس. يلا ايه توجي نصيبكم كده ان انا ايه اقور المحشي فيديو، لان انا بحب الونس، بحب القعدات الحلوه، بحب الفضفضه والكلام كده يعني. فاتمنى ان الفيديو ده يعجبكم، ان شاء الله يبقى فيديو حلو. هما المحشي مش كتير، انا عندي 3 مقاوير، ما عنديش، وكل مقوار شكل، عشان ده ليه وظيفه وده ليه وظيفه وده ليه وظيفه. طبعا في ناس حتى في التقوير، يعني كل شيخ له طريقه، كل بلد وليها طريقه. انا حاطه الكيس في حجري وبقور عادي يعني. في ناس تقولك وانتي بتقوري البتنجان مش لازم تجيبيه قوي كده على الجلد، بس احنا لا، احنا بنحب نجيبه على الجلد قوي. دي طريقتنا في عمل البتنجان، دي طريقتنا. النهارده في كوسه، في بتنجان ابيض واسمر، في فلفل اللي هو العشق. بصوا في الفلفل بقى هقول لكم على طريقه ذكيه. ما تيجي تعمليه هاتي نختار دي. بصوا اعملوها كده، حددوا الحته اللي من فوق ماشي. في فلفلات مش بيبقى محتاجين نحدد ده بالسكينه، وقومي عامله كده ماسكه البتاع ده ضغطاه لجوه، بس اتعملت بمنتهى السهوله. مش محتاجين بقى الفزلكه اللي بتقعد تحصل. انا ممكن اعمل كده، بس ممكن دي تتفتق، يعني لو عملتها جامد كده هتتفتق. فهم محددها بالسكينه ومريحه نفوخي. زي ما قلت لكم في فلفل تاني مش محتاجه تحددي بالسكينه، هو بتقومي عامله كده وخلاص. زي دي كده مثلا، دي هقوم ضاغطين على طول اهو، بس ما اتقطعتش. نطلع الزبده بتاعتها اهي، خرجت بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله اهي. دي برضو كده. مفيش احلى من كده يا برنس. ايه الجمال والعسل ده؟ ايه ده؟ في حد سكر كده؟ طب ايه، طب نشد كده وخلاص. انا كنت في جمعيه رساله في القوافل الاطعام، وقابلت واحده ست بصراحه هي اللي علمتني الطريقه دي. هي مع انها كانت ست كده يعني ربنا يهديها، بس ده اللي طلعنا منها متعلمين. حلو، بتتعلم من الاخرين حاجات تنفعك. بصوا يا بنات، انا خريجه اعلام، كنت متخرجه السادسه على الدفعه، وعايزه اقول لكم ان انا تعبت وشقيت وكافحت وعملت حاجات كتير. والله العظيم تعبت قوي من اول ما كنت في 2021 والدي توفى ورحت اتطوعت. معرفش، هو في شيء الهمني، انا كنت بقرا عن التطوع كتير ان انا اوصل من خلال التطوع. حلو. كل اللي كان في المجال الاعلام اللي انا كنت عارفاهم وقتها، من اساتذه بقى المدربين، كانوا بيضللوني، والبنات بقى كلها بتغير من بعضها، وده لما يوصل لحاجه ما يقولكش انت عبيط، يقولك ايه. انا ساعتها بقى ايه، كنت طيبه بقى، كنت غلبانه، كنت لسه الدنيا معلمتنيش ولا عقرتني ولا فهمتني حاجات كتير. فكنت طيبه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، كنت طيبه قوي. فالمهم الواحد كان بيصارع مع الحياه،
بيصارع مع الحياة عشان يبقى حاجة، عشان يبقى حاجة. بس كل اللي اقدر اقوله حتى الان، انا عندي اهو 27 سنة، انا الحمد لله الحمد لله حياتي واقفة جدا. مفيش حاجة عدلة في حياتي بعملها او اقول عليها دي انجاز غير هو التطوع، وفين اكتر في جمعية رسالة. يعني جمعية رسالة هي اللي اكتر مكان انا اقدر اقول عليه ده مكان انا اثق فيه، ده مكان انا احبه، انما غير كده لا بصراحة. ف طبعا انا حزينة وزعلانة ان في ناس كانت محجبة وقلعت الحجاب وبقى يلبسوا لبس حر ووصلوا وبقوا حاجة وعملوا، وانا لسه يعني اللهم لا اعتراض، اللهم لا، عيانة عياء شديد، قدامي كتير عشان اتعالج. ربنا يكفيكوا الشر، ربنا صابني او ابتلاني في نفسيتي. بصوا بقى، اهو زي ما انا قلت لكم، انا ما حددتش الفلفلايه من فوق ورحت عملتها بالطريقه اللي قلت لكم عليها، فتقوم ايه حته منها تتقطع. عشان كده في فلفله تقومي دايسه عليها كده، وفي فلفله لازم تحدديها بالسكينه من فوق يا الا هتتقطع من الجوانب. عرفتوا بقى ليه؟ يلا الحمد لله على كل حاجه. خايف في موضوعنا. انا ربنا ابتلاني في نفسيتي. يعني ايه؟ يعني انا كل ما اجي اعمل حاجه انا نفسيتي واقفه ان انا اتكلم مع بشر، واقفه ان انا اخرج، واقفه ان انا احتك بالمجتمع العقيم ده، بالناس المؤذيه اللي ممكن تقابلهم في الطريق وانت ماشي. تعبت، جبت اخري. ف عشان كده مثلا ما روحتش اتعالجت. الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده موضوع خطير، يعني محدش يستقل بيه، موضوع خطير جدا والله. والواحد الحمد لله بيقاوم. وجات لي مرتين المرارة وكنت هخسرها. المرة الأولانية جالي التهاب حاد، والمرة التانية جالي التهاب مزمن. المزمن عشان أشفى منه قعدت 6 شهور. ده غير ان انا عندي مرض تاني كانت من اعراضه اللي الضغط بيعلى. لولا ان في دكتوره ربنا يا رب بعتالي، ربنا الحمد لله كان رحيم بيا، هي اللي كانت بتديني دواء للضغط ينزله عشان ما يرتفعش، وهي اللي عالجت لي المراره. هي اللي قالت لي ان الضغط ده يا اميره ليه بيسكتش عليه، قالت لي ان هو بيعمل ايه، بيعلى، فايه انت تسكتي ما تديلهوش مثبطات تنزله، فيفضل يعلى 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 لغايه ما خلاص يفضل عالي بقى ما ينزلش الا لو ايه استخدمتي له حاجه تنزله. فربنا يجازيها خير على الوعي اللي هي خلقته جوايا. ودايما انا دلوقتي لما بتعب او اي حاجه تحصل لي انا على طول بروح اقيس الضغط، لان انا باخد ادويه للمرض بتاعي ده، وبعافر في الدنيا وبحاول. والله العظيم انا تعبت جدا، ومش عايزاها غير بالحلال وبرضا ربنا. يعني مش عايزه اخش الاعلام منقله على الطرحه، مش عايزه اخش واتحشر ابقى مثلا صحفيه او مذيعه مثلا درجه ثالثه او تحت السلم او في موضوعات غير هادفه. لا، انا مش عايزه ابقى اي حد، انا عايزه ابقى ممتازه، انا عايزه ابقى مميزه، انا عايزه ابقى حاجات كتيره جدا فوق ما تتخيلوا. ده تصميمي وهبقى زي ما انا عاوزه، انا متاكده. يمكن هوصل متاخر وده اللي وجعني، بس متاكده ان ربنا شايل لي حاجه كبيره. ايه هي؟ الله اعلم، محدش عارف. محتاجه تحفيز قوي منكم، محتاجه تشجيع قوي. انا بدون الدعم او التشجيع او التحفيز انا ما اقدرش اعيش. اتمنى محدش يقول لي انت بتصدري لي طاقه سلبيه، انا ما بصدرلكش، انا بقول لك انا بعاني قد ايه.
عارفين دلوقتي اللي قلعوا الطرحه ووصلوا وعايشين والكلام ده، هما سعداء في حياتهم ويحققوا انجازات. بس مش عارفه ارد اقول ايه. بس كفايه ان هم مش راضيين ربنا عنهم، كفايه ان هم اتنازلوا عن مبادئهم. فاهميني؟ انا بقى مش ذنبي ان انا مش زيهم، مش ذنبي. انا بقول كفايه كده بصراحه يعني، عشان ما اطولش عليكم. واللي عنده دعوه حلوه يقولها لي، واللي عنده كومنت حلو يقوله لي، وانا بقى سيبوني مع بقيه المحشي ده اعيش واتعايش معاه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وعايزه كومنت جميل زيكم. اشوفكم على خير، مع السلامه، باي باي.